الفيديو ده انا طالع ارد على كل سعودي طالع يقلل من الدوري المصري والاهلي والزمالك، وللاسف بقى في مصريين بيقللوا من الدوري المصري والاهلي والزمالك. انا مش هطلع اعمل مقارنه بين الفرق السعوديه والفرق المصريه من حيث البطولات والمواجهات، لا والله. انا اقول لك على حاجه بسيطه بس ويا رب تقتنع بيها. هسألك مين الديربي الأقوى في الشرق الأوسط؟ طبعا مش هتعرف ترد، لأن الديربي الأقوى في الشرق الأوسط هو الديربي بين الأهلي ولا الزمالك، ولا تقول لي ما بين الهلال والنصر، ولا الهلال والاتحاد، ولا الاتحاد والنصر، ولا الاتحاد والأهلي، ولا غيرهم حتى. هو الأهلي والزمالك أقوى ديربي في الشرق الأوسط. تطلع تقول لي ازاي الأقوى في الشرق الأوسط؟ هقول لك لو مش الأقوى في الشرق الأوسط بلدك السعودية مش هتطلع تجري على الاتحاد المصري أو الاتحاد الأفريقي علشان تستضيف الديربي بين الأهلي والزمالك. ده مش أنت بس اللي بتجري على الديربي بين الاهلي والزمالك، ده كمان الامارات بتجري على الديربي بين الاهلي والزمالك. اذا كانوا السوبر المصري ولا اي بطوله تانية هتطلع تقول لك احنا بنجري عشان نديك فلوس، هقول لك لا، احنا بنخلي الديربي عندك علشان احنا نستفيد بالفلوس وانت تستفيد بالقيمه بتاعه الديربي بين الاهلي والزمالك، لان الديربي بين الاهلي والزمالك هو الديربي الاقوى في الشرق الاوسط ومسمع في العالم كله، انما الديربي بتاعك مش مسمع في العالم ولا حاجه ومحدش بيستضيفه. عرفت بقى الفرق بيني وبينك؟ عرفت ان انا اقوى منك بابنائي، مش بروح اشتري صفقات عشان اعلي الدوري بتاعي عشان يبقى الدوري الاعلى في الشرق الاوسط. بس طول ما الاهلي والزمالك موجودين عمرك ما هتبقى الاعلى على الديربي المصري الاهلي والزمالك. بس كده، يلا سلام.